حديث واحد لو فهمته صح حياتك ممكن كلها تتغير. الحديث بيقول انما الاعمال بالنيات. يعني ممكن واحد يعمل نفس العمل واحد يعمل عمل تاني ده ياخد عليه اجر والتاني لا. واحد عمل عمل يعني ساعد حد لله، ساعد حد لله، تمام، هياخد اجر. طب التاني ساعد نفس الحد بس مش عاملها لله، ما خدش اجر. تمام. فالنية اهم حاجة في العمل. فلما نيجي ان شاء الله نعمله اي عمل لازم نستحضره النية لله. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاستحضار النية شيء مهم جدا للعمل وتقبل العمل، واللي احنا ان شاء الله ربنا يجازينا عليه خير. فربنا يجازيكم خير يا رب، وحاولوا استحضروا النية تمام في الاعمال الصالحة. السلام عليكم. حديث واحد لو فهمته صح حياتك ممكن كلها تتغير. الحديث بيقول انما الاعمال بالنيات. يعني ممكن واحد يعمل نفس العمل واحد يعمل عمل تاني ده ياخد عليه اجر والتاني لا. واحد عمل عمل يعني ساعد حد لله، ساعد حد لله، تمام، هياخد اجر. طب التاني ساعد نفس الحد بس مش عاملها لله، ما خدش اجر. تمام. فالنية اهم حاجة في العمل. فلما نيجي ان شاء الله نعمله اي عمل لازم نستحضره النية لله. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاستحضار النية شيء مهم جدا للعمل وتقبل العمل، واللي احنا ان شاء الله ربنا يجازينا عليه خير. فربنا يجازيكم خير يا رب، وحاولوا استحضروا النية تمام في الاعمال الصالحة. السلام عليكم.